رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل السلمي، وزعم أنه فعل معها فاحشة، وتناقل الناس الخبر، ورجعت عائشة رضي الله عنها من غزوة بني المصطلق مريضة لا تكاد تخرج من بيتها، والناس يتحدثون وهي لا تدري، لكن رابها شيء لم تجد له تفسيرا. قالت: ورابني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي، إنما كان يدخل فيقول: كيف تيكم؟ وتيكم اسم إشارة للبعيد، وهي إشارة إلى بعده عنها، ولا يقول أكثر من ذلك ولا يجلس. حتى خرجت عائشة رضي الله عنها يوما مع مصطح، وكان مصطح من الذين تناقلوا حادثة الإفك، فعثرت مصطح في مرضها، عثرت في ثيابها، فقالت: تعس مصطح. قالت عائشة فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيهنتان، أو ما تدرين ما يقول؟ قالت: وما يقول؟ قالت: إنهم يقولون كذا وكذا. فهنا عرفت الكلام. قالت: فازددت مرضا على مرضي، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى بيت أبوي لأستوثق الخبر. فلما ذهبت إلى أبيها فقالت: يا أبتي، ما هذا الذي يتحدث به الناس؟ قال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: أو قد تحدثوا بهذا؟ فازدادت مرضا على مرض. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أهله، في فراق أهله، أيفارق عائشة أم لا؟ فكلهم يثني خيرا. سأل أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فلما رأى المشقة بادية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله النساء غيرها كثير. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: ألا من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فثار الحيان بعدما قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ: والله لا تستطيع ولا تقدر. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: إنك منافق وتجادل عن المنافقين. فثار الحيان في المسجد بالسلاح وهموا بالاقتتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم بيديه حتى سكنوا. فلم يمر بالمسلمين محنة كانت أشد عليهم من هذه المحنة. اتهام زوجة النبي في عرضها، هذا عار على
لو كان هذا جرى، إن الزنا دون الشرك، لكن الزنا عار بخلاف الشرك. لم يعير إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه، ولم يعير نوح ولا لوط صلوات الله وسلامه عليهم، إنما الزنا عار يحمل تبعته صاحبه في الدنيا والآخرة. تتهم طاهرة الزين حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل. طاهرة الزين وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق كان أقصى منى عائشة رضي الله عنها وأعلى أمانيها أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها. وفي ذات يوم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس على طرف السرير، وكانت أول مرة يجلس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ففهمت عائشة من هذا الكلام أن هذا فيه اتهام بالرمي، إشعار بالتهمة، فقالت لأبيها: أجب رسول الله. فقال: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها: أجيبي رسول الله. فقالت: والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، والله لو قلت لكم إنني ما فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني، ولو قلت لكم إنني فعلت، والله يعلم أنني ما فعلت، لتصدقنني. فوالله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يخرج أحد من البيت حتى أنزل الله عز وجل براءتي، وأنا أحقر في نفسي من أن ينزل الله قرآنا في شأني، لكن الذي كانت تطمح إليه كما قلت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها. ماذا قال الله عز وجل في شأن هذه الحادثة؟ قال: لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم،